بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو النشاط والحيوية. اليوم هنديكم معايا تخدموا شوية. فيديو اليوم صراحة ماشي تاع نهار واحد، خديت لكم لقطات من ايام. كاين ايام اللي خدمت فيهم شويه، كاين ايامات اللي خدمت فيهم بزاف، مانيش حنحرق لكم كامل الفيديو. وكاين شبه وصفات، يعني مانيش حنعطيكم لي ديتاي تاع الوصفات. ولا شفتوا محتاجين الوصفه بلي ديتاي كتبوا لي في التعليقات، ماشي مشكل نعاودهم، باسكو هادو وصفات اللي موالفه نديرهم بريسك دائما. وتانيك نهضر لكم على الوصفات الريجيم الكيتوني، باسكو كيما تعرفوا انايا كي عندي الفيبروميالجيا جو بريفير دائما نعاود نولي للريجيم الكيتوني، باسكو تما لين نلقى روحي، تما لين نلقى راحتي، ونعاود نستعيد صحتي. بالنسبه للفطور تاع اليوم نظن انه حطيت ديجا لا ريسيت بلي ديتاي في فيديو قديم، بصح معليش نعاوده لكم. هنا عندي بسباس قشرته قطعته هكا صغير رقيق، باسكو انا عندي وليدي الكبير ما يحبوش. الوغ هذه لا ريسيت دائما كي نديرها يعني الحمد لله ياكلها. بون ما كانش عندي بزاف زروديه، ملي كانت عندي درتها. كانوا عندي زوج حبات، فورته بشويه ملح، دوكا راني طفيت له، ودوكا راني نزيد هنايا الدجاج. هاد لا ريسيت مولفه نديرها بالدجاج ولا بلا دجاج تجي بنينه كيف كيف. هنا كان عندي صدر تاع الدجاج راني قطعته، درت له شويه بصل قليته، فلفل كحل، درت له شويه كركم وسكنجبير وشويه راس الحانوت اللي تخدموا لي يما ربي يحفظها. ولا كان عندكم راس الحانوت تحبوا طيبوا بلي زيبيس، الوغ تقدروا ديروا اي راس الحانوت تحبوا لي زيبيس تاع الدجاج ولا اي حاجه تحبوها. هنا بالنسبه ليا انايا قليت بون انا حناكل تانيك من هذا لو بلا. عندي هنايا حبه باذنجان كانت بقات لي، قليتها، يعني درت لها اون بون كونتيتي تاع الزيت، ماشي مقليه مي كومام درت الزيت وطيبتها، شوفوها كيش ولات. وهنا عندي حميصه مغليه، تقولوا لي ريم في الكيتو ما تاكلوش حميصه، كي تكون كونتيتي صغيره عادي. والبلا اللي حنديرو انايا بلا شرقي، الوغ فيه كي شغل فته، مي انا ما نديرلهاش الخبز، وما يديروا لها يفتوا لها هذاك الخبز العربي اللبناني ولا كيفاش تقولوا له في الجزائر الله اعلم. المهم هذاك الخبز الرقيق اللي يديروا به شاورما، انا حندير لها غير الحميصه. هنايا ما عنديش غونط كونتيتي وما رانيش رايحه ناكلها كامل، هما تاني كياكلوا معايا. ندير لها الحميصه طحينه، وعندي تاني ياغورت غريك باسكو فيه بزاف لو غرا، هذاك اللي حنوتيليزيه. وحنخلط له تانيك وين راهو، حنخلط له تانيك هنا كيما راكم تشوفوا هذا الكefir بعد ما صفيته حنزيد نديره له. هذا بالنسبه للمقبله تاعي انايا، تما زياده نزيدها بريفيرونس تاكلوا حاجه اللي فيها الكغا بزاف. ما بالنسبه لو دوزيام بلا تاع البسباس تاني كي حناكل منه باسكو ما فيهش نشويات. دي لا كريم فريش 30% ماتيير غراس، عندي المعدنوس وفلفل كحل والثوم تانيك، تسمى هذه سي بيرمي تانيك في الكيتو. وباش نزيد نعطيكم معلومه واحده اخرى، راني ناكل غير خطره في النهار هكذا، اللي لقيت راحتي، لقيت روحي بيان، حسيت روحي خفيفه اكثر، و ليستوما تاعي راهي خير الحمد لله. كي نشوف النهارات اللي نقدر نصوم فيهم، والنهارات اللي ما نقدرش نصوم فيهم سي توجور دائما ناكل خضره في النهار. الصباح نشرب قهوتي برك هكاك بلا والو، ندير لها شويه زبده، ولا العشي جوي هكاك الزوج سا ديبون، كي نجوع ناكل على 12، كي ما نجوعش نخليه حتى 3 4. الحمد لله دوك عندي واحد 20 يوم ابوبخي، واحد قريب 20 يوم وانا هكذايا. كيما شفتوا هنايا راني حطيت الطبقه تاع البسباس، نتوما تقدروا تخلطوه الدجاج مع البسباس، موالفه انا دي فوا نخلطو، دي فوا نحطوه كطبقه بطبقه، ودي فوا موالفه ندير غير الدجاج ندير له غير الفلفل الكحل والملح، ما نديرلوش لي زيبيس، هادو اذواق. دوكا نحط فوقو هاد لاصوص ونحطو في الفوغ على 200 درجه، ولا كان عندكم الوقت ديروه على 180. راني مزروبه شويه باش نخرج، نديرو على 200 درجه لو طون لي يبدا يتغلى شويه، كنحسلو بلي بدا يتغلى نحط له الفرماج غابي من الفوق وزيد نخليه شويه ونطفيلو.
وهنا بعد ما نقيت الكوزينه كما شفتوا الفوغ، درت البلا في الفوغ، بقى لي غير الفرماج. دوك نخرجوا نديروا الفرماج. وهاوليك بعد ما خرج من الفوغ مازال دوك قلت لكم نديروا الفرماج. مازالوا عندي شويه ماعن لازم نغسلهم باليد. درت الماشينه تغسل. الوغ تالموني مزروبه، الوغ لازم نكمل الصالون مازال ما خملتوش. الوغ نكمل غير الشغل تاع الكوزينه، نكمل هدايا نطفيلو، ندوز لاسبيراتور ونخرج نديكم معايا نوريكم وين نروحو. حميصه، باذنجان، شويه بابريكا، شويه كمون، شويه فلفل كحل، القارص على حساب الذوق. هنا كما قلت لكم اللبن مع الكافي بيناتهم، ولا زوج سنات على حساب الذوق تاعكم. نفرغوه من الفوق. بالخبز اللي يحب يدير الخبز فيه، هي الوصفه الاصليه فيها فوالا ديكو. انا ندير لها شويه معدنوس هكا من الفوق، وانتم تقدروا تعاودوا تحطوا شويه حميصه، شويه خبز، شويه خبز محمص ولا مقلي، ولا ديكو ديروها على حساب واش تحبوا. ويزيدوا لها تانيك دبس الرمان، انا ما نقدرش نزيدها له، وزيت زيتون وطحينه تانيك. بالنسبه للطحينه تقدروا تخلطوها تانيك مع الياغورت من الاول، ولا ديروها هكذايا ديريكتومون من الفوق. وزيت زيتون. وهذا هو الطبق تاعنا. وهذا البلا تاع البسباس، فوالا هكذا كيجي. البسباس هذا كيجي دايب، ما يبانش بزاف لو غو تاعو. ولا كان ولادكم ما ياكلوش البسباس، هذه احسن طريقه ديروها لهم. وهنا كوم ما نفحتليش ناكل شلاضه باسكو كان بارد الحال، ديفو ما تنفحليش عليها في البرد، درتها جو عصرتها بالماء وكما راكم تشوفوا دوك نشربها. وهذا الشكل النهائي تاع الطبق تاعنا تاع اليوم. كما قلت لكم الحميصه هذيك مانيش حناكل منها بزاف. وهذاك سي لو دوزيام بلا تاع البسباس والحمد لله. وهنا خديت لكم لقطات برك تاع كي كنت ناسبيري، ما قدرتش نشدهم مليح اللقطات، شديت التليفون في يدي برك باش نعطيكم لحظات تحفيزيه. بون للناس اللي مرض، اللي ما يقدروش، اللي عندهم سطار كي حالتي انايا، مي الحمد لله انا مع الريجيم الكيتوني تحسنت. نقدر نقول لكم بالك ب60% ولا اكثر، اللهم لك الحمد. وليت نخدم شغلي خير ملي كنت، وليت نرقد خير، حسيت روحي خفيفه الحمد لله. وهنا حنديكم معايا باش ندي هذا نحطو في الكومبوستور. هذا حاشاكم وحاشا قدركم لي ديشي تاع الخضره الفاكهه، تسمى لا بوبال، اللي فيها القشور تاع الخضره، القشور تاع الفاكهه، الخضره كي تخسر لكم باغ اكزومبل، تلوه تاع القهوه، اسويتو، القشور تاع البيض، البيض تاع البيض، البابي اسويتو كيما قلت لكم بصح ما يكونش فيه لي كولور. المهم هاد الصوالح هادوما اللي يتروسيكلاو ويعاودوا يولوا اونغري. كيما راكم تشوفوا انا عطاولي واحد كبير وعطاولي واحد صغير هكذا، الكبير ومن بعد تشوفوه. وهاد الصغير هدايا نحطو عندي في الدار، كل ما يتعمر نديه نفرغو لداخل ونديرو في الكومبوستور. هذاك الكبير نديرو فيه تانيك الورق تاع الشجر، الكاغط ولا كان عندكم، شويه تراب، الحطاب. من بعد نوري لكم. هنا كيما راكم تشوفوا هاوليك التيران بعد ما غطيناه كامل بالورق هذوك اليابسين. اليوم راني جيت نشوف ولا كاش ما خرجت كاش نبته ضاره ولا لازم نحيها، من الحمد لله راني نشوف باللي التيران كامل راه نقي، ما كاين حتى حاجه نبتت فيه من الحشائش الضاره.
دوكا بديكم تشوفوا لو كومبوستور درناه هنايا. كومبوستور لازم يندار في بلاصه وين يكون فيها شويه الظل. حنا درناه تحت هاد الشجره هادي باش ما تضربوش الشمس في الصيف. نعاود نولي لكم بالوقت. اول يوم رحت باش نخدم في لو جاردان. دوكا كيما راكم تشوفوا رحت باش نرفد الماتيريال ونديه معايا ونبدا نقلب في الارض. باش نقول لكم ماشي حاجه سهله، هذه رياضه 100%. انا هاد لا فيديو هذه فيلميتها عندي بزاف قبل كاع ما نبدا الريجيم وقبل ما نبدا السبور وقبل ما تعاود تحسن صحتي. الحمد لله ما افيكتاتنيش بزاف، ما وليتش بيغ باسكو ديجا كنت نقصت الحاجات اللي ضروني. مي تعبت بزاف وما قدرتش. خدمت ما خدمتش كامل تيران، خدمت غير شويه منه وحبست. وكان تاني بارد الحال. البرد ما كانش يديرونجي باسكو كنت لابسه مليح، مي تعب العيا كانت جاتني ما نقدرش نتنفس. هذه من الاعراض اللي كانت عندي بزاف من قبل. مي دوكا الحمد لله كيما راكم تشوفوا هنايا راني نقلب في الارض باش نهويها. كانت بزاف هي الارض هاديه طينيه، كانت بزاف معبصه بزاف كومباكت. حوست هذه اول مره كيما قلت لكم نقرب من الزراعه، اول مره نتوشي لا تيغ، اول مره نمس الارض ونبدا نخدم فيها. الو حوست انفيستي في الانترنت، حوست دي فيديو. كاين اللي يقول لك تقلب الارض بهذه الطريقه، كاين واحد اخرين يقول لك غير تفتحوها برك. كل واحد عنده لا مانيير تاعو. الو انايا تبعت اللي يقلبوا التيغ الارض باسكو انا نشفى في الجزائر بكري يقول لك نحرثوا الارض قبل ما نزرعوا فيها، يحرثوها يهويوها يخلوها، من بعد يجوزوا شهور باش يزيدوا يخدموا فيها. الوغ كيما راكم تشوفونا قلبتها، فتحتها بلاغريف، من بعد سويتها هكا باش تكون كامل متساويه من الفوق بالغاطو بالفرشيطه هذيك طويله. خدمت ابوبخي تقدروا تقولوا هذا النهار هدايا خدمت بالك واحد 4 تاع التيران فيه 50 متر ما شاء الله، 50 متر كاري صافا. لقيت الحاله بيان، عجبني الحال. انا تعرفوني على بالكم باللي لا ريلاسيون مع لا تير ولي بلانت، انا نحب بزاف نمس الارض ونحب العلاقه تاعي مع الارض مع لا تير. كي نكون نعاود نبدل بلايص لي بلانت تاعي تما من بو يعجبني الحال. ونبدا نحب نشوفها كي تكبر، نحب نشوف الفخوي تاعها، نحب نشوف النتيجه النهائيه تاع الحاجه اللي خدمتها. بعد هذا النهار هذايا زادوا جازو يامات تاع الجليد، ما قدرناش كامل نعاودو نتناو ليها هاد التيغا. ومن بعد نهار واحد اخر اديت معايا المساعدين ورحنا في نهار الحمد لله اللهم لك الحمد كملناها. هنا كيما راكم تشوفوا اني نوري لكم البلاصه اللي حتى وين لحقت انايا، والباقي كملناه كيف بصح. حبيت ندير تجربه، ما حرشتش الارض كامل كومبلي، حرت اون بارتي قلبناها وهويناها فايته النص، واللي بقى قل من النص خليناه هكذاك باش نجربوا ونشوفوا النتيجه النهائيه. وبعد ما كملنا قلبناها كامل جبت الفوميي حطيته، يعني رشيته من الفوق ديريكتومون هكذاك، ما قلبنا ما مشطنا ما والو، رشيناه مباشره من الفوق. كي كملت رشيته كامل بدينا نغطيو فيها بالورق تاع الشجر باش تبقى لا تيغ سخونه، باسكو كاين بزاف البرد دي فوا كاين الفيرغلا كاين الجليد يقدر يافيكتي هذا الشيء على الحاجات اللي كاين لداخل لا تيغ يعني. كما راكم تشوفوا كملنا حطيناها بالورق تاع الشجر. هاد لابارتي خديت لها هاد الورق اللي مازالهم شويه جدد، ماشي جدد مي موان ديكومبوزي، وهادو ما شغل كومبوست ورق قدم شويه
بداو يتحللوا. الوغ كي لقيت هادو ما جبت من هادو، قلت هادو خير من هادو. على كل حال مع التجربه من بعد غادي نرد لكم بالخبر ان شاء الله. مازالت لنا النص غنكملوها. قلت من قبل حرثنا حتى لهاد البلاصه، انا كنت حابه نخلي النص مع الاول، من بعد زدنا ان بو بلوس، وهاد لابارتي الاخرى خليناها هكاك بلا ما قلبناها، درنا لها برك الفوميي. شفتوني من قبل كنت ندير في الفوميي باش نشوفوا التجربه واش تعطينا ان شاء الله. دوكا مور ما نكملوا نغطيوها كامل، نخلو الارض ترتاح حتى المواد فيفري مارس هكذاك ان شاء الله، ونعاودوا نحروها شويه ونبداو الزراعه باذن الله. كما قلت لكم من قبل هاد المقاطع كانوا قدم، وهادو الاخر دوكا اللي راكو تشوفوا فيهم دوكا هما المقاطع جدد. هاي لك كيفاش ولات الارض، يعني مازال هكاك مغطيه بيان بروتيجي. ودوكا هاد لو كومبوستور راني ندير فيه كامل الخضره ولي ديشي كامل اللي يخرجوا من الكوزينه كما راكم تشوفوا نحطوه لداخل. درت تاني كانت عندي تربه زايده في الدار روسيكلي، يعني كنت نحيتها من نباتات مرضولي، حبيت نعاود نستعملها دخلتها معاهم. ما لازمش نكتر منها باسكو لازم تكون بروبورسيونيل، يعني لازم يكونوا المكونات تاع الكومبوست هذايا يكونوا متوازنين. دوك نزيد لهم نحط لهم تانيك الورق اللي يكونوا ناشفين اللي طاحوا من الشجر، نجيب الورق ونزيد نحط لداخل هكا باش يكون التوازن. ومره على مره نضرب طلع عليه باش نشوف ولا كان ولا راه اوميد ولا لا لداخل، باسكو لازم تكون لو طو تاع لوميديتي مليحه لداخل، ما لازمش يتشمخ بزاف وما لازمش ينشف هكذا باش يتحللوا كامل المكونات اللي راهم لداخل. هذا ان شاء الله باذن الله ولا نجح لي ان شاء الله، هذا هو اللي نستعمله العام الجاي باش نغطي به الارض تاعي، ولا ممكن نزرع كي تجي لا بيريود اللي ندير فيها لونغري، يعني باش نغدي هذيك التربه ديالي. لحقنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم ويكون نفعكم وحفزكم اللي عندهم تيبو التيران ينوض يخدموا ويزرع فيه ويستغلوا هكا يمدلوا الخيرات. انا قلت لكم ما كانش عندي جامي كانت عندي اكسبيريونس ابار لي بالكون تاعي اللي كنت دايره فيهم لا طوماط سوريز، شويه فلفل حباق معدنوس، هكا حاجات يعني لي زيرب اروماتيك، حاجات قلال برك لي بلونت لي فلور. بصح هذا تحدي جديد بالنسبه ليا وتحدي كبير صراحه، راني فرحانه بزاف باسكو كان بالنسبه ليا كان حلم والحمد لله تحقق، وان شاء الله ينفع ان شاء الله ننجح فيه. وراني كل مره كل ما ندير حاجه ان شاء الله راني بارطاجيها معكم باش نفيدكم بها. ولحقنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله.